دخل لص بيت مالك بن دينار رحمه الله، فبحث عن شيء يسرقه فلم يجد، ثم نظر فإذا بمالك يصلي، فعندها سلم مالك ونظر إلى اللص فقال: جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم تجد، فهل لك في الآخرة من متاع؟ فاستجاب اللص وجلس وهو يتعجب من الرجل، فبدأ مالك يعظ فيه حتى بكى، وذهبا معا إلى الصلاة. وفي المسجد تعجب الناس من أمرهما، أكبر عالم مع أكبر لص، أيعقل هذا؟ فسألوا مالكا عن أمره، فقال لهم: جاء ليسرقنا فسرقنا قلبه. الكلمة الطيبة مفتاح القلوب. العبرة الجميلة من هذه القصة: الكلمة الطيبة والتعامل بالحكمة والرحمة قد يغير القلوب، حتى قلوب أكثر الناس ضياعا. فرغم أن الموقف كان يستدعي الخوف أو الغضب، قابل مالك بن دينار ذلك اللص بالهدوء والنصيحة، ففتح له باب التوبة، وسرق قلبه من طريق الشر إلى طريق النور. لا تستهن أبدا بقوة الكلمات الطيبة، فهي قد تكون بداية هداية عظيمة لشخص ما، وربما تغير مصير حياة كاملة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.